الجمال مش بس وشوش، الجمال رقة إحساس ووجه بشوش. لغة الجمال في الشباب والرياضة مع أميرة خالد. لغة الجمال. برحب بكل مستمعي إذاعة الشباب والرياضة في أول حلقة من برنامج لغة الجمال. أنا أميرة خالد هكون معاكم أسبوعيا وهنتكلم عن الجمال الداخلي والجمال الخارجي، وإزاي نلاقي الجمال جوانا وإزاي نشوف نفسنا أجمل. هيساعدنا في ده النهارده الدكتور الناصر المغربي استشاري الطب النفسي. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بحضرتك. إزاي يا دكتور نلاقي مواطن الجمال جوانا؟ الحقيقة الجمال هو الحاجة اللي بتخلينا نحس بالمتعة وبالراحة. أي حاجة هتخليني أحس بالمتعة والراحة هي جميلة. الواحد لما يبقى على طبيعته يبقى جميل. فالجمال الداخلي يأتي من إن الواحد لا يخالف طبيعته، وإنه يكون على سجيته ويكون زي ما ربنا خلقه على وجهه، لا يتكلف ولا يتصنع، ويحاول إن هو يتوائم مع بقية الطبيعة اللي هي حواليه كويس. ولذلك الحقيقة يعني الكائنات كلها ربنا خلاها بتعيش مع بعضها منظومة كده سيمفونية جميلة، منها البشر. والجمال الخارجي هو ما ندركه بحواسنا الخمس. الجمال الداخلي ما اقدرش امسكه بحواسي الخمس، ولكني شيء ادركه واشعر معاه بالاستمتاع وبالراحة. وهو ده اللي انا اقصده بان احنا نكون على طبيعتنا. خليك نفسك، هتبقى عايش مبسوط من نفسك وجميل من نفسك، والاخرين كمان هيتقبلوك بشكل افضل. اكتر حاجة تستفز الواحد انه يشوف حد بيتكلف او بيتصنع او بره طبيعته. وتخيلي كده واحد دمه تقيل بيقول نكتة. يعني بتبقى يعني هو الاحسن ان هو ما يقولهاش كويس. الطبيعة ربنا خلقها جميلة بشكلها اللي هي خلقت عليه، واحنا من هذه الطبيعة، ولذلك يجب ان نقبل نفسنا على ما هو عليه. واحنا بنتكلم مش على الشكل الخارجي في الوقت الحالي، انا بتكلم على الداخل بتاع كل بني ادم. طب ازاي الاقي الحلو اللي جوايا؟ يعني انا ببقى في ناس كتير بتحس ان اوكي انا عارفه ان دي حاجه حلوه، بس انا مش عارفه ايه الحلو اللي جوايا. لو انا مش عارف اللي حواليا، دايما اللي حواليا بيقولوا لي انت احسن حاجات فيك كذا وكذا وكذا، وخلي بالك انت عندك كذا وكذا وكذا. لو انا مش عارف الدنيا اللي حواليا بتقول لي، وخاصة الناس اللي انا بأثق في رأيهم، واولهم ماما وبابا. تمام. وجايز ماما وبابا بيبقوا متحيزين لي شوية، ماشي. في المدرس بتاعي، في صاحبي كويس، في شيخ الجامع اللي انا بحضر معاه. يعني انا عندي مصادر للمعلومات بتدور على مصلحتي، وممكن تبقى متحيزة لي شوية فتشوفني اجمل مما انا عليه كويس، وممكن تشوفني بشكل موضوعي يوجهني. وعشان اقدر اطلع الجمال اللي عندي، الحقيقة الجمال ضد التشدد والتطرف. لان انا لو تطرفت في حاجة او تشددت مش هقدر استفيد من ملحوظات الاخرين اللي هي لا تنتقدني لكن بتفيدني. لكن لو انا تشددت مش هقدر اشوف الفرق. اي واحد هيجي يديني ملحوظة هكون متعنت معاه بزيادة، انا هبقى منزعج جدا وهاخدها على انها إهانة. يعني تكسير فيا او اهانة ليا او تهريم شاني اكثر من ان هو بيدور على مصلحتي. ولذلك قبل ما اخد الملحوظة لازم افكر مين اللي بيقول لي. دي مهمة جدا. ازاي الاقي المواطن الجمال اللي جوايا؟ عن طريق رقم واحد ان يكون محدده مين الناس اللي انا بقبل منهم النصيحه، الناس اللي هم قريبين مني وعارفه ان هم مش هيخدعوني. تمام، مظبوط. ده رقم واحد. رقم اثنين، احب ذاتي. احب نفسي. طبعا طبعا طبعا. واحب نفسي على ما خلقت عليه. يعني زي ما انا خلقت، يعني انا قصير شويه، انا طويل شويه، انا متردد شويه، انا ثقتي في نفسي قليله شويه. انا كده، ربنا خلقني كده، يبقى هحب نفسي كده. بشكرك يا دكتور، وتقدروا تتواصلوا معانا على البيج بتاعت الفيسبوك بتاعتنا، عنوانها بالعربي لغة الجمال مع أميرة خالد على 108 FM. شاركوني باقتراحاتكم وأسئلتكم. كنت معاكم أميرة خالد، بشكركم.
لغة الجمال.